أهلا من جديد. عقد اجتماع سري في عين العرب كوباني جمع زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم ووفدا أمريكيا برئاسة ممثل الرئيس الأمريكي في التحالف الدولي بريت ماكغورغ. وتركز الاجتماع على مناقشة شن هجوم قريب على تنظيم الدولة في مدينة الرقة. في الأثناء بدأت قوات سوريا الديمقراطية بحشد عناصرها في بلدة عين عيسى بريف الرقة لبدء المعركة. نتوقف عند تفاصيل. على متن مروحية أمريكية قادمة من مدينة السليمانية التابعة لكردستان العراق، جاء زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم ووفد أمريكي برئاسة بريت ماكغورغ مبعوث الرئيس باراك أوباما إلى التحالف الدولي. جاء إلى كوباني بريف حلب الشرقي لعقد اجتماع سري بعيدا عن عدسات الإعلام. وإذا كان الاجتماع في كوباني ومنزل مسلم تحديدا، فإن ما اتكأ عليه الحوار السري بين الطرفين كان خارج حدودها، ووصل الرقة معقل تنظيم الدولة مع وجود نية لهجوم مرتقب على المدينة تنفذه قوات سوريا الديمقراطية، والتي تشكل وحدات حماية الشعب YPG ذراعها الأقوى وتتلقى دعما دوليا مكثفا. ورغم بقاء الموعد حبيس إدراج المقربين من مسلم والتحالف الدولي، إلا أن باس نيوز نقلت عن من سمتهم بالمصادر المقربة من قيادة الوحدات الكردية أن ساعات قليلة قادمة تفصل عن شن حملة عسكرية كبيرة باتجاه مدينة الرقة. ولعل ما نقلته تقارير ميدانية عدة عن أن الوحدات الكردية وحليفتها ضمن قوات سوريا الديمقراطية بدأت بحشد قواتها وتعزيزاتها مؤخرا في بلدة عين عيسى التي تبعد حوالي 50 كيلومترا إلى الشمال من مدينة الرقة تحضيرا للحملة القادمة. السيناريوهات عدة لمعركة الرقة، والتي يتوقع أن تشن خلالها قوات سوريا الديمقراطية هجومها من محورين رئيسيين: الشمالي انطلاقا من مدينة عين عيسى، والشمالي الشرقي انطلاقا من محور قرية بير حمود. كما يتم الحديث عن نية قوات النظام شن عملية متزامنة من المحور الجنوبي باتجاه الرقة بتمهيد من الطيران الروسي. وبين كل المعلومات المتواردة يبقى موعد المعركة على معقل التنظيم الأساسي مرشحة في أي دقيقة. أرحب بحسين جلبي، محامي وكاتب صحفي، ينضم إلينا مباشرة من غازي عنتاب. مساء الخير. وسينضم إلينا بعد قليل أحمد قاسم، الكاتب والمحلل السياسي من اسطنبول. أبدأ معك حسين جلبي. طبعا كما استمعت لما جاء في التقرير وهذه البيانات عن اجتماع سري بين قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي ووفد أمريكي بقيادة مبعوث الخاص للرئيس الأمريكي. طبعا الهدف من هذا الاجتماع تجهيز معركة الرقة ضد تنظيم الدولة. كيف تقرأ هذه المعطيات؟ مساء الخير. حقيقة أنا غير متأكد إذا ما كان هنالك اجتماع بين حزب الاتحاد الديمقراطي ومبعوث أمريكي، لأن حزب الاتحاد الديمقراطي قد اعتاد أو عودنا على تسريب معلومات عن لقاءات تجري بينه وبين علية القوم بين قوسين. وصل به الأمر إلى درجة إعلانه عن افتتاح ممثليات في هذه الدولة الأوروبية في باريس وفي برلين مؤخرا. وقد تبين فيما بعد بأن الأمر لا يعدو كونه سوى مجرد أكاذيب. لكن لأفترض أن هذا اللقاء صحيح، فهو حقيقة يدل على الدور المطلوب من حزب الاتحاد الديمقراطي، المأزق الذي وضع فيه الكرد. إن صالح مسلم يعيش منذ سنوات لاجئا في أوروبا، وهو لن يحظى بشرف مقابلة مسؤول أوروبي على مستوى عالي. الولايات المتحدة الأمريكية رفضت حتى الآن إعطاء فيزا دخول لصالح مسلم إلى واشنطن. الولايات المتحدة الأمريكية لم توعز إلى موظف صغير في إحدى سفاراتها في الدول الأوروبية لمقابلة صالح مسلم. ولكن اللقاء على الأرض يشير إلى باتجاه محدد، وهو دور حزب الاتحاد الديمقراطي المستقبلي وحتى الماضي. من جهة أخرى، المعارك التي يخوضها حزب الاتحاد الديمقراطي لا تحظى حقيقة بإجماع كردي سوى معركة كوباني التي كان لها ظروفها الخاصة. لا نعلم حقيقة كيف بدأت أو الظروف التي انطلق فيها تنظيم داعش على وهاجم كوباني واحتلها، وثم قام حزب الاتحاد أو الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي بتحريرها.
غير هذه المعركة معارك حزب الاتحاد الديمقراطي في المناطق العربية وبتحديدا يعني واللي أحدد في المناطق العربية لا تحظى بإجماع كردي طبعا باستثناء معركة تل أبيض التي أخذ دفعة خلال من معركة كوباني. غير ذلك في الحميس في المناطق العربية الأخرى في الهول في الحسكة حزب يعني الحزب لا يحظى بدعم الكرد سوى طبعا الكرد المتواجدين خارج البلاد الهاربين من بطشه الذين يهربجون ويصفقون له وهم لا يجرؤون على العودة إلى الجنة المفترضة التي قام هذا الحزب بإقامتها. هؤلاء فقط هم من يصفق له لأنهم لا يخسرون شيئا. الناس تعيش قمعا حقيقيا تحت سلطة هذا الحزب. الناس يعانون مجاعة. الصغار يتم تجنيدهم ومع ذلك طيب. الحزب بالنسبة نعود لهذا الاجتماع في مغامرات كبيرة. سيد جلبي، نعود إلى هذا الاجتماع مع العلم بأنه ليست المرة الأولى يجتمع فيها صالح مسلم بمسؤولين أمريكيين وتحديدا بماك غورك واجتمع به سابقا، وأيضا باس نيوز تحدثت عن هذا الاجتماع، وأيضا مما يثبت أن هناك اجتماع بهذا الهدف محاربة التنظيم في الرقة. حديث يدور عن قوات سوريا الديمقراطية بأنها بدأت تحشد العناصر في بلدة عين عيسى بريف الرقة لبدء هذه المعركة. يعني هذه الرواية بكل هذه المعطيات إن صحت، ما السيناريو المتوقع القادم برأيك؟ هو يعني حزب الاتحاد الديمقراطي وضع قواته العسكرية، وضع الكرد في لعبة أكبر من حجمهم بكثير. يعني اللعبة لم تعد مقتصرة على سوريا وحدها، اللعبة لم تعد إقليمية بحتة، اللعبة أصبحت عالمية. يعني كل الدول العالمية كل القوى الكبرى لها نصيب في هذا الحزب، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، إيران، حتى النظام السوري طبعا هو الذي يسلح هذا الحزب، هو الذي يموله. السيناريو المتوقع هو خسائر كبيرة جدا سيحظى بها الكرد. يعني الكرد قسم منهم كما ذكرت في ما سبق، قسم منهم قسم كبير هاجر البلاد نتيجة البطش الذي يمارسه الحزب. القسم المتبقي في المنطقة هو الذي يضطر إلى حمل السلاح، الذي يضطر إلى يعني لأسباب عدة، منها حقيقة هنالك مقتنعون بأيديولوجية الحزب، هنالك مضطرون للدفاع عن أنفسهم، هنالك من لا يجد غير هذا المجال. إذا السيناريو المتوقع كرديا هو خسائر فادحة فيه وزيادة عدد النعوش. السيناريو المتوقع طبعا هو لقاء مصالح بين النظام السوري وبين روسيا والولايات المتحدة على جسد سوريا الذي أثخنته الجراح من قبل جميع الأطراف. المعركة طبعا ستكون إذا حدثت ستكون يعني كبيرة جدا. يعني حلم يعني بالنسبة لواشنطن سيد جلبي في سياق حديثك، بالنسبة لواشنطن اقتحام الرقة هو حلم كبير. يعني أنت استبقت الأحداث، هناك من يتساءل كيف للوحدات الكردية أن تحقق هذا الحلم لوحدها. وطبعا كانت هناك خلافات بين الأكراد وأيضا المسؤولين عن هذه المعطيات تحديدا. يعني هذا الحلم هل من المعقول أن تسلمه واشنطن للوحدات الكردية فقط؟ هو هذا الحلم هو حلم أوباما قبل مغادرته كرسي الرئاسة في الشهور المقبلة. حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطية هؤلاء يحققون أحلام كل العالم، أحلام جميع القوى العالمية باستثناء الحلم الكردي. هم حقيقة لا يخوضون معارك حقيقية. هنالك قصف جوي كما هو معروف من الطائرات، طائرات التحالف أو طائرات روسيا وحتى طائرات النظام السوري. هم مجرد يتقدمون على الأرض عندما يجدونها خالية أو عندما لا تكون قوات يعني أو قوات منهكة حقيقة عندما تكون موجودة يتمكنون من التغلب. حقيقة أنا المقاتل الكردي يتمتع حقيقة لا ننكر هذا، يتمتع بشجاعة كبيرة. يعني أثبت جدارة في كل المعارك التي خاضها، لكن المعارك التي خاضها لم تكن معارك في خدمة الأجندة الكردية، لم تكن معارك في خدمة أجندة الثورة السورية، وهذا ما يؤسف له حقيقة. إذن الأحلام كبيرة. الكل يحاول أن يعني يدخل عاصمة دولة داعش فاتحا. يعني هذا الحدث حقيقة سيسجل في التاريخ، ولكن كيف سيسجل ولمصلحة من؟ الأيام القادمة هي التي ستجيب عن هذا السؤال. أرحب بأحمد قاسم الكاتب والمحلل السياسي ينضم إلينا الآن من اسطنبول. مساء الخير. طبعا سيد أحمد قاسم، نتحدث عن هذا الاجتماع السري بين صالح مسلم وبريت ماك غورك المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي. طبعا الهدف يقال بأنه مهاجمة تنظيم الدولة
في عقر داره في الرقة. كيف تعلق؟ هل الوحدات الكردية قادرة على تحقيق هذه المهمة بمفردها؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. أعتقد أنه التحضيرات يعني جارية منذ أشهر لعملية تحرير رقة من داعش، كون رقة تشكل البقعة الاستراتيجية لداعش وخط الاتصال بين موصل وبلاد الشام إلى شمال حلب. فتحرير رقة من سيطرة الداعش يعني فصل الجزء السوري عن الجزء العراقي، وبالتالي ستضعف قوات داعش وتشتت قواها بين العراق وسوريا، ويتم من بعدها تحرير حلب وشمال حلب وريف حلب من داعش بسهولة. طبعا أعتقد أنه قوات سوريا الديمقراطية وفي مقدمتها قوات يبهجة هم على أهبة الاستعداد لمهاجمة الرقة بالتعاون والتنسيق مع التحالف الدولي والسيطرة الجوية على أرض المعركة. طيب سيد أحمد قاسم، يعني أعتقد بأنه نعم كانت هناك طبعا خلافات بين الأكراد والمسؤولين الأمريكيين بعد تراجع واشنطن عن وعودها بالنسبة لتسليم جرابلس ومنبج. ما مدى تأثيرها على هذه الاستعدادات عن الحديث الآن عن معركة في الرقة؟ أعتقد لا تؤثر العملية على عملية تحرير الرقة، كون محاربة اليبهجة بالتنسيق مع التحالف الدولي يأتي في إطار اتفاق أمريكي مع قيادة اليبهجة، بالمقابل رفض التعاون الأمريكي مع تركيا لضرب حزب العمال الكردستاني. فالخلاف الحاصل بين أمريكا وتركيا على موقع الحزب العمال الكردستاني يلعب دورا مهما في هذه اللعبة الدولية. يعني أمريكا تحتاج إلى قوات يبهجة على أراضي سوريا مقابل أن لا تتعاون مع تركيا في ضرب حزب العمال الكردستاني أو إدخالها في لائحة الإرهاب. فلذلك لا أعتقد أنه موضوع جرابلس أو منبج تؤثر على العملية. سيد حسين جلبي، طبعا الموقف التركي ما طبيعته من هكذا عملية أن حصلت، ألا يعتبر ذلك تهديد لحدودها مع سوريا، خصوصا أن أردوغان هدد في تصريحات سابقة بأنه سيطهر كل الشريط الحدودي من تنظيم الدولة حتى ولو خاض ذلك وحيدا. أمام ما يحكى اليوم عن هجوم على تنظيم الدولة في الرقة، كيف ستتصرف تركيا برأيك؟ تجربة السنوات الماضية مع تركيا، تجربة السنوات الماضية مع أردوغان أثبتت حقيقة أن تصريحاته هي مجرد كلام في الهواء. الخطوط الحمراء التي رسمها أمام النظام السوري تجاوزها، والخطوط الحمراء التي رسمها أمام الجميع والكلام والوعود التي أطلقها يعني لم يحقق أي شيء منها. تركيا هي جزء من الأجندة الأمريكية، جزء من المعادلة الأمريكية. أمريكا هي التي تقوم بتوزيع الأدوار على الجميع. تركيا عندما أمريكا تتكلم ليس هنالك أي صوت تركي. يعني تركيا هي مجرد عسكري في حلف الناتو، وهو العسكري الذي يقوم بتنفيذ الأوامر. هنالك من يقوم بالتنفيذ. إذا كانت رغبة الولايات المتحدة الأمريكية هي إعطاء دور أكبر لقوات حماية الشعب، قوات حزب الاتحاد الديمقراطي، فتركيا لا تستطيع أن تعارض سوى بإطلاق تصريحات كلامية. غير ذلك ليس هنالك أي شيء آخر. تطهير المناطق الحدودية التركية
هو كلام قديم ويعود إلى الواجهة بين الفينة الأخرى، ولكن لا يتحقق أي شيء ما دام نظام الأسد موجود هنالك، ما دامت هنالك رغبة أمريكية حقيقية ببقاء الأسد. حتى الآن الجميع متفق على بقاء الأسد حتى هذه اللحظة. عندما يعني يتخذ قرار بإبعاد الأسد عن سوريا، في ذلك الوقت يعني سيتم إيكال أو إعطاء أدوار لجميع الأطراف، كل واحد منها يقوم بدور يحفظ عن طريقه ماء وجهه أمام شعبه وأمام المجموعة التي ينتمي إليها. غير ذلك الأمور تسير حسب رغبة أمريكية وحسب مخطط أمريكي، هدفه حتى الآن هو المحافظة على نظام الأسد والجميع يقوم بالتنفيذ. شكرا حسين جلبي، محامي وكاتب صحفي من غازي عنتاب. شكرا أحمد قاسم، كاتب ومحلل سياسي من اسطنبول. ختام هذه الحلقة من تفاصيل مشاهدينا، أشكركم على طيب المتابعة.